الصبح بيقول ايه؟ واللي صاحي بالليل يعمل ايه؟ واللي بيسمع الصبح بالليل حرام عليك يا بقى دي طريقة تقابلنا بيها كده بعد شقة. الصبح بالليل يعني الويكند من اوله لاخره، اربع خميس جمعه وسبت لما الساعه تكون 12 بالظبط. ده معاك الصبح بالليل كده. الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90. يا صباح الفل على كل سميعة الراديو 90 في كل مكان. حلقة جديدة من برنامج الصبح بالليل من دلوقتي ولحد الساعة 2 موجود معاك فادي ابراهيم علشان ابتدي معاك اليوم الجديد، واول ساعتين في يومك كده يكونوا فيهم الضحكة الحلوة، يكون فيهم المزيكا الحلوة كمان، بما ان حلقة النهاردة كده فيها مزيكا وفيها احد صناع الموسيقى في اغاني مختلفة جدا جدا، واننا كمان داخلين على يوم جديد ويوم مهم في كل في حياة كل الناس اللي بتذاكر امتحانات الثانوية العامة وحاجات زي كده. ليلة الامتحان النهاردة لاي حد سهران كده ويعني لسه مصحصح معانا وعندك امتحان بكرة، ربنا معاك. احلى صباح الفل وطبعا احلى مساء الخير من دلوقتي ولحد الساعه 2 هتصحصح معايا وتسمع الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90. يلا شير ما يلا شير يلا شير على طول بالاس ام اس على 199 او كمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل او كمان على facebook.com/الراديو 90. صحصح كده معايا وصبح على نفسك باي غنوه انت عايز تسمعها. صباح الفل. هي الساعة كام؟ 12 الصبح بالليل. خليك دلوقتي موجود معايا وبتشير بالاس ام اس على 199 في الصبح بالليل وكمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل وكمان بس اكتب الهاشتاج صح بس الاول كده، يعني تلزق الصبح بالليل وتحط الهاشتاج يوصل لنا اي حاجه واي سؤال للفنان اللي هيكون منورنا كمان شويه، يعني عارفين ولا مش عارفين لكل الناس كده اللي متابعه على السوشيال ميديا وكمان متابعينا من حلقه امبارح وعلى مدار اليوم، يعني اكيد عارفين ان الفنان نادر حمدي هيكون موجود معانا خلال الدقايق اللي جايه. جهزوا دايما اسئلتكم لنادر حمدي على الاس ام اس على 199. انا بصبح جدا على كل الناس اللي موجوده معانا في صباح الورد عليك يا فادي، عايز اسمع سامو زين، في كمان رقم اخر 500 قول كلمني، هحاول ارجع اكلمك. رانيا صباح الفل عليك يا رانيا، تطلب ان نادر يغني سيبها بظروفها. في كمان بصبح عليك يا احلى فادي وانا بقالي يومين مش عارفه اوصل، ده من صابرين صباح الفل عليكي. ابتهال ابراهيم برده صباح الفل عليكي، بتسمعنا دلوقتي من الشرقيه وبتقول اخر يوم امتحانات ليها النهارده، يعني طب كويس الحمد لله لان في امتحانات ان شاء الله هتبتدي بكره. اما على facebook.com/الراديو 90 دينا رمضان صباح الفل عليكي، ومصطفى عاشور وساره ومحمد البحيري وكمان نونا وشيماء عسكر، صفاء عاشور ودعاء عمرو وروكا محمد ومارينا اشرف وايه سيد واحمد نصير. في كمان صباح وقشط عليك يا فادي، قول لنا بحبك يا شيماء في المايك. هو ايه موضوع بحبك يا شيماء في المايك ده وكل شويه؟ في كمان رحمه صباح الفل عليك يا رحمه وساندي، كل الناس دي موجوده دلوقتي على facebook.com/الراديو 90. اللي بيسمع الصبح بالليل النهارده هيعمل ايه؟ واللي بيسمع الصبح بالليل الموزع الموسيقي وعضو فريق واما نادر حمدي يوم السبت الساعة 12 بالليل في الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90. بالظبط كده هيعمل يعني هو يسمع الموزع الموسيقي نادر حمدي وعضو فريق واما، وهنساله على حاجات كتيره جدا عن شغله مع يعني كبار النجوم في الوطن العربي بالتوزيع الموسيقي من عمرو دياب، شيرين، اصاله وغيرهم كتير، غير طبعا ان هو بيغني ولسه ألبوم واما كان يا مكان لسه نازل من ايام. فكل الكلام ده هيكون موجود دلوقتي معانا نادر حمدي في الاستوديو. جهز نفسك وجهز اسئلتك على 199 بالاس ام اس، والاغاني كمان اللي انت عايز تسمعها منه ممكن تبعتها لنا على هاشتاج الصبح بالليل على تويتر وكمان على facebook.com/الراديو 90. كمان ممكن بتكلمنا على 2 18 10 8 66. خليك موجود معانا في الصبح بالليل. هي الساعة كام؟ 12 الصبح بالليل. لسه مكمل معاك الصبح بالليل على الراديو 90 وانت مكمل معايا على 199 وكمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل، وشايفنا وسمعنا من اي مكان في العالم على www.9090.fm وبترحب معايا وتقول صباح الفل ومساء الخير للموزع الموسيقي والمطرب والفنان ونجم الهارموني يعني او ملك الهارموني كده، خلينا نطلق اللقب كده عليك بقلب جامد، نادر حمدي. ربنا يخليك، ده لقب كبير قوي بس متمكن منها الحته دي يعني مش قوي يعني المزيكاتيه يبقوا فاهمين الهارموني يعني لما يتقال نادر حمدي يتقال الراجل ده بيعرف يعمل هارموني حلو قوي. مظبوط، دي دايما فعلا بتتقال جنب اسمي شويه، بس يعني انا بتضايق ان انا اتربط عامه باي حاجه حتى لو هي حاجه حلوه، بس انا احب ان انا ابقى متلون اكتر، اعرف اعمل حاجات كتير مش بتاع حاجه واحده. طبعا الهارموني دي من اصعب الحاجات بالظبط، فالحمد لله طبعا دراستي في الكونسرفتوار فادتني جدا في الموضوع ده، وضافت لي جدا ان انا لما دخلت في مجال التوزيع الموسيقي كاغاني بقى موسيقيه، لان انا دراستي اصلا
يعني كلاسيكال ميوزك، مش حلو. مش البوب والحاجات دي خالص. مش اللي بيحصل لا فيه، لا مش اللي احنا بنسمعه. وباخ وموتسرت وحاجات كده حاجات تقيله صعبة قوي، شوية. سترافينسكي وحاجات تقيله يعني. مم. ف فالحمد لله بقول لك الدراسه بتاعت الكلاسيك دي ضافت لي جدا جدا جدا، بالذات كمان كفريق واما بقى يعني للفريق، لان زي ما انت عارف احنا بنغني بطريقه الفويس هارموني دي اللي هي كل واحد بيغني كل لاين. صوت بيبقى بيغني جزء معين يعني، بيغني لحن لوحده يعني، هو كل واحد عنده لحن فعلا يعني، كل واحد عنده لحن مختلف عن التاني تماما. الاربع الحان دول لما بيتجمعوا سوا بيطلعوا الشكل زي بالظبط لما تكتب الاوركسترا. بتبان في كل الاغاني ولا اغاني معينه يعني؟ لا، في مثلاً اغاني احنا بنحب يعني نتك على الحته دي قوي، زي ليل وشوق ونجوم مثلا في الاول خالص. بالظبط، برافو عليك. وبرده اللي في الاخر البوم مش وحيد. مش وحيد، البوم كان يا مكان هو اخر البوم واما يعني نزلته، و8 اغاني. مظبوط. و8 اغاني دي بسطت ناس ان البوم واما نزل اخيرا بعد تاجيلات كتير وبعد غياب كتير، و8 اغاني دي زعلت ناس انه الالبوم ما فيهوش تراكات كتير. الرد هنا ايه؟ بص والله هو الالبوم ده بالذات كان فيه حاجات كتيره جدا يعني عوامل اخرتنا كتير يعني. احنا النهارده كمان بنكلمك كمنتج للالبوم او كشريك في الانتاج في الالبوم. بص هو اللي حصل ان الالبوم اللي فات الاخير اللي هو رايحه جايه لما نزل احنا كنا فعلا عايزين بقى ما نقعدش زي كل مره ناخر ونستنى كتير والناس يعني نوحش الناس قوي ونعمل الحاجات اللي بنعملها دايما دي. اوكي. فقررنا ان احنا تبقوا قاصدينها ولا ايه؟ لا والله خالص، بتيجي بالصدفه لان زي ما انت شايف كل واحد بيبقى مشغول عنده حاجه بتاعته لوحده خاصه، فالتجمع بيبقى صعب. اوكي. هنتكلم اكيد في النقطه دي، بس يعني انا قصدي على النقطه دي بالذات ان احنا بعد الالبوم رايحه جايه كنا عايزين ننزل على طول بعد سنتين مثلا بكتير. سنتين ده وقت مناسب يعتبر يعني، سنه ده قليل قوي للتحضير. فلما جينا ان احنا ننزل في وقت تاني بعد كده كان في طبعا توترات شويه في الجو كان السياسي، في جو سياسي اجل. فاحنا ما كناش حابين ان احنا ننزل في اي شكل من الاشكال، مع ان في ناس نزلت. في ناس كتير بتقول لنا طب ما الناس بتنزل ما تنزلوا انتوا كمان، بس انا شفت يعني بصراحه كمان كمنتج زي ما انت بتقول ان انا مش بس مطرب وعايز البوم ينزل، انا برضو عندي شركه وعايز الالبوم لما ينزل يعمل حاجه يعني، فاهم؟ فكره ان نادر حمدي هو المنتج للالبوم او بيشارك في الانتاج، غير انه بيشارك في التوزيعات، غير انه بيشارك جوه الغنى، ده مريحك ومريح فريق واما، ولا وجود مثلا منتج تاني هيبقى مريح نادر انه مركز في المزيكا اكتر فيقدر يعمل مزيكا؟ مش مريحني انا ومريحهم هم. مريحهم هم ضامنين، بس مش مريحني انا. ان انا اللي طبعا بضطر ان انا اعمل ادوار كتير عليا، ويمكن ده اللي فعلا ممكن يكون بيأخر شويه. لو في شركه طبعا تانية او في حد ماسك الموضوع، انا موزع يعني فرقه واما بلغه السوق بياعه جدا، ايه اللي يمنع ان يبقى في انتاج تاني، ولا انتوا بترفضوا ده؟ لا خالص بالعكس، بس احنا يعني انا اصلا كان لما فتحت الشركه بتاعت كيوب ميوزك دي بالذات انا ومحمد علام شريكي طبعا، احنا كنا فاتحينها اصلا الشركه علشان واما يعني، تمام. مش بغرض ان احنا نعمل لناس تانية. بدأت بواما، بعد كده بدأنا عملنا ناس تانية وهنبتدي لسه يعني نشتغل على كيوب ميوزك لسه بشكل تاني، بس يعني بس مينلي كانت الشركة دي اتفتحت علشان واما. حلو. بس ما عندناش طبعا اي مانع لو في شركة، بس للأسف الشركات معظمها بتبقى جاية عايزة تخش تاخد منك كل حاجة على قد ما تقدر وتديك أقل حاجة ممكن. فاحنا قلنا ليه نعمل ده، ما احنا ممكن يعني احنا اللي نعمل كل حاجة، واحنا أصلا بنكلف شغلنا من نفسنا يعني، احنا اللي بنعمل كل الحاجات معظمها ما عدا بس تنفيذ التوزيع. يعني انا اللي بوزع، فبدل ما يعني انا مش هاخد من حد حاجه، انا هعمل لنفسي واخد من نفسي واي حاجه اضافيه هندفعها ادفعها. طيب تعالى بقى، يعني احنا اتكلمنا كده شويه عن البوم كان يا مكان اخر اعمال واما. لو رجعنا في الاول خالص واما يعني فكرنا كده بالتركيبه دي جت ازاي؟ الاربعه دول كانوا عارفين بعض كاصدقاء ولا الشغل هو اللي جمعهم؟ الكواليس بتبقى عامله ازاي مع بدايه اول البوم خالص؟ بعد نزول البوم كان يا مكان اتكلمتوا وفكرتوا بعض مثلا بحاجات اللي قبل كده؟ طبعا تتخانقوا مع بعض، تقفشوا مع بعض على طول، متخانقين على طول اصلا وعلى طول اشاعات على طول وطول الوقت طبعا اشاعات ان احنا انفصلنا، واشاعات ان احنا ايه ده انتوا راجعين تاني مع بعض، نقول لهم يا جماعه احنا ما سيبناش بعض، بس هي الفكره ان احنا ما عملناش حاجه بقالنا كتير مع بعض، بس لكن احنا ما بنسيبش بعض، احنا بس زي ما تقول كل واحد بينشغل لنفسه يعني على حاجات معينه. بألبومات مثلا محمد نور بيكون ليه ألبومز او مسلسلات او حاجات زي كده، احمد شامي مسلسل ايا كان يعني، انا في توزيع مثلا، فكل واحد فينا بيبقى عنده حاجه، للاسف هي دي اللي بتعطلنا شويه عن واما، بس لما بنرجع نعمل حاجه بتبقى بالظبط بتبقى في قوه، وبعدين ليها طعم تاني، حتى لو تراك واحد زي تراك ليه لا مثلا نزل من سنه. مظبوط.
كان واخد شكل كده مع كاس العالم، حتى كان لايق قوي في المود ده. وفي حاجه غريبه جدا انا صادفتها، كانت اغنيه كاس العالم اللي نزلت في الوقت ده نفس شبه ليه لا بالظبط، شكل المزيكا بالظبط، رغم ان انا كنت عامل الاغنيه دي قبل كاس العالم بتقريبا سنه يعني انا فاستغربت جدا، انا نفسي استغربت، قلت اكيد اي حد يسمع الاغنيه دي هيقول نادر واخد سارق الاغنيه دي من كاس العالم. وفي ناس كتير كانت بتكتب كومنتات كده على فكره ان الاغنيه دي انت واخدها، مع ان انا عاملها من زمان قبل ما اعرف ان هم عاملين الاغنيه دي كاس العالم يعني. بس هي اول ما تسمعها كده بتصحصحك، بتفوقك، هي احساس البهجه، فيها باور وفيها طاقه كده ايجابيه بشكل لطيف. ودي الاغنيه على فكره بالمناسبه يعني الاغنيه الوحيده اللي لحني في الالبوم. لحنك انت؟ لا ده في كلام كبير جدا. لسه نادر حمدي منورنا دلوقتي في الاستوديو على الراديو 90 في الصبح بالليل. ابعت له اسئلتك على 1999، ولو في اي غنوه برده عايز ان هو يغنيها معانا ممكن تبعتها له برده بالاس ام اس على 1999 وعلى تويتر على هاشتاج الصبح بالليل. الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90. لسه مكملين الصبح بالليل على الراديو 90. انت مكمل معايا على 1999 او كمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل. والاسئله كده بدات تكون موجوده معانا للموزع الموسيقي وعضو فريق واما والمنتج بتاع فريق واما نادر حمدي، يعني مسيطر، والملحن لفريق واما كمان في الغنوه اللي فاتت. الاغنيه فعلا فيها باور كده لطيف جدا. وبتشوف كاس العالم قدامك تلاقيه برضه بيلف كده بيحوم حواليه. ما ده عشان ده كان السبب ان احنا فعلا لما قلنا ننزل بسنجلايه مثلا قلنا اخترنا دي عشان هي فعلا تحسها كده كرويه كده وكاس العالم كده. طيب تعالوا نروح على تويتر على طول كده على هاشتاج الصبح بالليل. في يا ريت نسمع الاغاني بتاعت معاك مع عمرو مصطفى. انت كان في تعاون ليك برضه مع عمرو مصطفى في اكتر من اغنيه. في ما شربتش من لها كتلحين. كتلحين فيه وفي كغنى كمان، يعني هو غنى غلطه عمري مثلا. غلطه عمري اللي هي ايوه غلطه عمري اللي هي نمتك الجزء الثاني هو مسميها كده. وفي كمان في الالبوم نفسه كانت اللي هي متصوره كانت لمستك برتاح معاك. برتاح معاك دي اغنيه حلوه قوي. دي اغنيه حلوه ممكن نسمعها كمان شويه. طيب صفاء احمد بتقول ازيك يا فادي، سلم لي على نادر حمدي كتير، ممكن يغني اغنيه سيبها بظروفها، بجد اغنيه تحفه. تحياتي للضيف ولازم نرحب بيه، ده من حسام. في صباح الفل عليك، ان شاء الله تكون حلقه قويه جدا. في واما الانسان سلم لي على نادر جدا، ماشي. كمان مش عارف اكتب غير هتوحشوني جدا، ماشي. طيب خلينا نرجع تاني للمزيكا، تعالى نرجع لتكوين فريق واما. اوكي، سؤال تقليدي جدا بس مفيش مشكله ان احنا نفتكر برضه التركيبه نفسها كانت ازاي. للسؤال ده عادي والاسم جه منين عارف؟ ما هو السؤال ده انا بسأله كل يوم تقريبا، اصل هو الان هي دي اللي عامله ايه بقى، ايه الفكره؟ هو اول حرف من اسم كل واحد وكل طبعا لما اقول كده طب فين الان؟ انت اساميكم مش كده بالظبط. هي احمد يعني الدبليو هو النيك نيم بتاعي ودور، فهم كده بدل الان عشان هم يعني ايه لما جينا احمد الشامي هو بالمناسبه هو اللي اخترع الاسم. اللي لقاه يعني لا كتب الاسماء كده وبتاع وبعدين قعد يجربهم يرتبهم فما نفعتش الان معاه. ما جاتش كانت مضايقاه. خليها ام، خليها دبليو بقى في الاخر. ده اوكي يبقى الدبليو الاخيره اللي هي الدبليو بدل الان. اوكي فبدل ما تبقى ناما يعني الاوليه دبليو فاللي هو ودور، بعدين احمد الاي والام محمد والاي احمد. حلو يعني جت كده. اول اغنيه اتعرفت بيها كانت اغنيه يا ليل، والاغنيه دي كانت وش السعد على نادر حمدي بالذات لان هي عرفته على عمرو دياب. مظبوط. ازاي الموضوع برضو والكواليس بتاعت الحكايه جات لك ازاي؟ بص هو في الاول طبعا اغنيه يا ليل دي نزلت الفيديو كليب تقريبا 2001 اعتقد. يا 2001 حاجه كده يعني. سألني ولا لا انا بفتكر معاك. اصل من زمان برضه. اوكي. المهم فالاغنيه دي لما نزلت كان ليا صديق اسمه تامر الزويبي، هو مهندس صوت طبعا. هو كان بيشتغل ساعتها مع عمرو كده، كان فبيساله مين اللي عمل الاغنيه دي، يعني الاغنيه دي شكلها حد مش مصري او مش يعني هو لان هو طبعا عارف غريبه شويه، هو عارف معظم الناس اللي بيشتغلوا وهو عارف اوريدي لما تشتغل مزيكا يبقى عارف اكيد مين، بس ده حد هو مش عارف مين، فبيقول له مين اللي اشتغل الاغنيه دي. فده على حسب ما انا سمعت يعني عشان بس ما اكونش بقى مش موجود يعني. ده على حسب ما انا سمعت. المهم فهو قرر ان هو طب انا عايز اتعامل معاه وكده، فقال لي تامر ان انا اجي له يعني. وانا كنت فعلا في الاول رايح اعمل اغنيه او اغنيتين في الالبوم، مش رايح اعمل الالبوم كله يعني. ساعات البوم ليلي نهاري انت كنت رايح توزع انهي غنوتين كانوا هم كانوا اغنيه اصلا ما كانتش موجوده يعني مش ما نزلتش نزلت سنجل بعد كده.
نزلت سنجل بس مش توزيعي، اللي هي يا ناسي وعدك. تمام. دي كانت اول واحده انا وزعتها. بس مش يعني، بس هو كان ساعتها كان هو عامل لها توزيع قبل كده، فنزل تقريبا مضروب او حاجه كده، فخلاص فهو اتسربت على الانترنت. فهو تغاضى عنها خلاص، فمش هشتغلها. حلو. وحتى حصل موقف كده ساعتها غريب جدا. انا شويه في شغلي يعني انا ما بعرفش اشتغل بسرعه، ما اعرفش اقلب. لا ما هو واضح يا نادر، عارفين هي سمعتي وبتطلع اشاعات دي كتير ان نادر كسلان وبيلعب هو مش كسل والله، وما عندوش يعني هو المشكله ان احنا يعني احنا بنحب ان احنا ايه الحاجه تتعمل بسرعه. عارف زي ما بتتقال ان هو شاطر جدا في الهرم، يقول حريف بلاي ستيشن، عشان كده بلاي ستيشن مضيع نادر حمدي مش بيخليه يشتغل. انا ما عنديش بلاي ستيشن والله. ما عندكش اصلا؟ لا ده تصريح مهم جدا والله. كل الناس اللي بتقول لي الحاجات دي بقول لهم على طول الرد ده. ولا عمرك جبت بلاي ستيشن؟ لا يعني كان عندي زمان ايام بلاي ستيشن 1 اللي هي البيضه الصغيره. عندي. بتخسر ولا بتكسب ده؟ لا انا بقى، ما هي دي المشكله ان انا كنت بكسب وانا ما عنديش بلاي ستيشن، فده كان الموضوع غريب. فمضايق اللي حواليك. ازاي ما عندوش بلاي ستيشن؟ اعلى سكور كده عملته في البلاي ستيشن كده؟ لا في 13 و12 و14 وكده. لا هيتغير الكلام ده خالص. لا الفتره اللي جايه انا ما بلعبش بقالي كتير بصراحه. حلو، انا هستغل الفتره دي. انا هستغل الفتره دي والعبك. ممكن نشغل على الشاشه اللي فوقيها. نلعب دلوقتي. طيب بعد كده الموقف، الاغنيه الثانيه كانت ايه اصلا مع عمرو دياب غير يا ناس لو فاكرها؟ لا ما كانش لسه بقى يعني. هي دي كانت البدايه، وبعد كده في موقف ما انا ما اعرفش هو ايه بالظبط اللي حصل عند عمرو. يعني هو كان بيسمع السامبلز اللي خدها من الاغاني اللي عملها لناس تقريبا كانوا جايين من فرنسا او حاجه كده. حلو. فهم اختاروا الاغنيه بتاعتي بس، اللي هي يعني اللي انا عاملها دي، قالوا له هي دي يعني احلى واحده بس. يعني الباقي مش قوي، مش عارف هو يعني ده اللي انا سمعته. يعني هم هو اللي قال لي بصراحه من ذوقهم، قال لهم دي حلوه، قالوا له دي حلوه جدا. فهو قرر ان هو خلاص يعني يركز معاك. يكمل بقى الالبوم من سنة. جابها لك ازاي فكره ان انت نادر الالبوم معاك؟ لا ما جاتش كده، ما اتقالتش. هو شاف الالبوم خلص لقيته حتى كان في اغنيه لصديق لي اللي كانت خلينا نشوفك. كانت توزيع حد تاني، توكل هو اللي موزعها. تمام. يعني حتى عمرو كان عايزني اعملها تاني بالمره بقى علشان ابقى فاهم يعني، اللي هو اعمل الالبوم كله يعني. بس الاغنيه كانت حلوه يعني خلينا نشوفك اصلا توزيع طارق توكل حتى في الالبوم دي لما نزلت. فقلت له طب ليه؟ الاغنيه حلوه وانا لو عملتها هعملها زي دي بالظبط، طب اعملها ليه تاني؟ يعني هي حلوه كده وتمام، يعني مش لازم ابقى عامل البوم. هي كانت الثقه ما بين عمرو دياب وما بين نادر حمدي، ان هو واثق قوي في الدماغ اللي قدامه ان هي تقدر تطلع كل حاجه حتى شكلها. هو بصراحه واثق فيا جدا في الفتره دي بتاعت الالبوم ده. يعني كان بيوفر لي كل الامكانيات الممكنه والمتاحه ان احنا نعمل الالبوم بشكل حلو، سواء في تسجيل، في استوديوهات، في اي حاجه احنا عايزينها نعملها. يعني يوفرها لي، فاهم يعني. هو الفنان الكبير مش بس عمرو دياب، يمكن الفنانين الكبار ما بيهمهمش الاسم اللي بيتعامل معاه هو اسم جديد ولا لا، هو همه شغله، صح؟ بالظبط. بالذات يعني فنان طبعا عمرو دياب، يعني لان هو انا عاشرته فتره. انت كنت ساعتها كان تاريخك جوه المزيكا دراستك، وكمان انا ما كانش عندي تاريخ اصلا في يعني في مجال التوزيع. زي ما بقول لك انا كنت لسه عامل بس يا ليل الاغنيه بس، مش الالبوم كمان. الاغنيه كانت لسه الالبوم ما نزلش، ده كان الاغنيه بس. وكنت عامل كام اغنيه تقريبا، بس كنت بشتغل اوريدي في السوق مع ناس، بس لسه النتيجه ما طلعتش. يعني كمستمعين لسه ما حدش شاف. ساعتها بعمل اغاني مع الفنان طبعا محمد فؤاد وشيرين، كنت عامل لها صبري قليل، وكنت عامل اغاني اشتغلت فيها بس لسه ما نزلتش. حلو. فهو عجبه اصلا، يعني سمعته طبعا الحاجات اللي عملتها وكده، فعجبه دماغي في الحته المعينه دي. وانا يعني بصراحه كان ليا الشرف ان انا اتعاملت معاه في الفتره دي. كنت صغير جدا يعني، كنت اصغر تقريبا. تكرار التجربه دي ما جاتش تاني ليه؟ عشان عمرو دياب بيركز في التفاصيل قوي، ولا عشان نادر حمدي الجمله اللي بتتقال عليه ان هو عشان كسلان فما اشتغلش مع عمرو دياب؟ ده ما كانش بيرد على عمرو دياب في التليفون، يعني الجمله دي عمرو دياب كان بيكلمه، ودي جمله بتتسمع كتير جدا في وسط الفني، وانت بتقول لنا صح او غلط طبعا، اكد لنا المعلومه. لا يعني وما كانش بيرد عشان بيلعب بلاي ستيشن. يعني بص الربط كان عامل ازاي. لا اصل اقول لك على حاجه، اصل يعني ايه عشان هو بيلعب بلاي ستيشن؟ طب انا عملت الالبوم كامل معاه، وقعدنا على مدار سنه ونص بنشتغل في الالبوم، ففجاه بقيت بلعب بلاي ستيشن. هي مش منطقيه طبعا، بس النتيجه واحده، اللي هو عدم تكرار التجربه ناجحه جدا. لا انا هقول لك اللي حصل بالظبط بامانه، يعني اللي حصل ان الالبوم الثاني اللي بعده كان ساعتها في بعد ليل نهاري، كان الحمد لله كان في نجاح
كبير جدا لحد جدا النهارده من الحمد اكتر لله. الالبومات اللي بتتقال اسمها ما بين مظبوط. اول او تاني البوم. مظبوط. احسن البوم عمرو دياب تلاقي ليلي نهار لازم فيه او مظبوط. اي اغنيه جوه الالبوم. ليل نهار بقى وحشتيني قصاد عيني كل حاجة. الباب تنسى واحده ريحه الحبايب يعني كل اغنيه قصه لوحدها. بالظبط. اللي حصل ان معلش احنا كنا بنقول ايه، انا كنت اقول لك حاجه قبل ما تقول السؤال. بنتكلم في انه التكرار بتاع التجربه ليه ما اوكي ليه ما راحتش تاني؟ هقول لك. هو كان لسه مخلص حفلات بقى اللي هي بتاعت فتره الالبوم بعديها وكده، كان هو نفسه مبسوط نفسيا جدا يعني، انا لاحظت ده فيه. والسقفه بتاعت ليلي نهار طبعا هو كان بص هو كان بجد في الفتره دي انا كنت حاسس بيه. هو كان مبسوط جدا، والنجاح بتاع الالبوم كان باين عليه جدا وعليا طبعا، لان انا كنت بالنسبه لي انا يعني ده اول نجاح، هو بالنسبه له ده مش اول نجاح، بس هو بينجح زي كاني بالظبط اول نجاح يعني. ففي الاخر يعني لما كان خلاص داخل بقى عايز ينزل في نفس تقريبا التوقيت اللي نزل فيه، كان الالبوم ده لو تفتكر نزل 7/7/2004 تمام بالظبط يعني. فبعد ما كان بعديها كمل كلامك المفروض صح ولا كان كمل كلامك مظبوط؟ كان كمل كلامك هو اللي بعده. بس قبل بقى ما يختار الاغاني وكده، في بدايه الاختيار للاغاني هو بصراحه جه قال لي تقريبا على شهر 4 كده ان عايزين يلا ننزل برضه في نفس الميعاد شهر 7 اللي جاي، بعدها بسنه على طول. بعدها يعني اللي هو بعدها بسنه وفاضل 3 شهور على الميعاد اللي هو عايزه ده. فانا بالنسبه لي كان مستحيل ان انا اعمل البوم في 3 شهور. قعدت تفكر شويه ولا الكواليس بتاعت الموضوع ده برضو كانت ماشيه ازاي يعني؟ انت انا بصراحه قلت له يعني انا كنت صريح مع نفسي ومعاه طبعا، لان انا الفتره دي كنت فعلا تعبان جدا وكنت منهك من الشغل جدا في الالبوم اللي فات. فقلت له يعني بالظبط كان مثال كالاتي يعني، ان انا قلت له انا كان في ازازه ميه كده صغيره قدام، قلت له بص انا عامل زي الازازه دي خلصت، انا محتاج ان انا اسمع مزيكا، محتاج ان انا اخد اجازه شويه يعني محتاج ان انا اخرج بره لان انا شغال طول الوقت ده، فمحتاج ان انا اريح وداني شويه اسمع حاجه. فاحنا ممكن تشتغل مثلا مع حد في الالبوم اللي جاي ده، وانا ممكن اجي اشتغل في اللي بعده يعني زي بالظبط. عمرو دياب حسن ان هي جت شويه مثلا على كرامته او حاجه شبه كده والله ما اعرفش بقى بالظبط هو كده، بس انا بجد كنت صريح معاه وكنت بتكلم بجد يعني. هو اعتقد احترم ده فيا، ان انا يعني واحد غيري كان هيستغل الفرصه ويلا انا اشتغل ونعمل يعني عمرو دياب نعملها تاني، فنان كبير يعني مش حد صغير يعني. واي اغنيه جوه يعني مع عمرو دياب هتنجح، في ناس بتعتمد على الحكايه دي وما فيش اي مشكله. بالظبط بالظبط يعني، هو زي ما بيقولوا في مثال بيتقال لو عمرو دياب نزل البوم فاضي هينجح دايما كده دايما بيتقال، خصوصا لو فيها مزيكا حلوه زي كده يعني الكمانجات في الاول دي يعني دي بالذات الاغنيه دي بالذات بالمناسبه كانت الاغنيه الوحيده اللي لما عملنا لها ماسترنج في لندن، الراجل اللي كان بيماستر اللي هو الانجليزي كانت عاجباه دي اكتر اغنيه في الالبوم كله. تعالى تسمعها من الاول تاني بقى. بص يعني في ده الانترو بتاع كل اغنيه عندك حتى فيها اول نوتين 3 فيها حركه، لازم تعرف الاغنيه من اولها، لازم تعرف ان انا نادر حمدي. لا مش لازم تعرف ان نادر حمدي، بالعكس لازم تعرف الاغنيه ايه، الاغنيه من اولها يبقى بصمه الاغنيه يعني اسم الاغنيه ايه. انا مش بعملها كده عشان تعرفني انا، عشان تعرف الاغنيه. حلو الكلام. لسه مكملين مع نادر حمدي، لسه منورنا في الاستوديو. لو انت عايز تشارك معانا بتكلمنا على 2 18 10 8 66 او على الاس ام اس على 1 90 9 او على هاشتاج الصبح بالليل. الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90 لحد الساعه 2 مكمل معاك فادي ابراهيم في الصبح بالليل، ولسه يعني مش مكمل معاك لوحدي، الاستوديو النهارده منور مع نادر حمدي، وكنا بنتكلم اكتر واكتر كده على الاغنيه اللي فاتت، انه مش كل الناس بتحبها من اول مره، بس هي برضه من الاغاني بتتفهم بعد شويه صح يعني. انا بالنسبه لي انا بحب يعني كلهم ولادي. لا الجمله كلهم ولادي. فنان قوي، لا فنان بجد، عارف اثرت فيا. طيب دي حقيقه. تعالى معانا تليفون، قول الو انت يلا. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ نادر حمدي معايا؟ ايوه انا من اشد المعجبين بحضرتك جدا جدا جدا، و بجد نفسي اشوفك واتصور معاك اي صوره على الفيسبوك او انستجرام. والله يعني يشرفني والله، على حسب تنزل على اي اكونت بس عشان تمام يعني مش فارقه، بس انا بحبه جدا وبحب فريق نادي الزمالك بتاعه، سوري فريق واما. زملكاوي اصلا؟ لا اهلاوي اصلا. اوكي اهلاوي متعصب ولا؟ لا انا اهلاوي زملكاوي. مش هصدقك بس والله العظيم. انا صديقي اصلا صديق عمري شيكابالا. والله جارك. كان جارك. طب بص انا الدور انا حاولت اعمل فيك مقلب، بس انت حبيبي وانا بحبك. ايه ده استنى ايوه وانت عارف ان الاستوديو ليله غلي.
انا عرفتك بس انت خدعتني. انت تامر حسين بالظبط. عرفت عليك الدخله. لا انا عرفت صوته في الاخر بس والله لما فتح شويه. تامر حسين الشاعر الجميل جدا والصديق الصدوق لنادر حمدي. ازيك يا تامر؟ ازيك يا مندوره والف الف مبروك. الله يبارك فيك على يا حبيبي. الالبوم والله العظيم تحفه. ربنا يخليك. لسه كنت بسمع كان يا مكان من شويه. ربنا يخليك يا مسكتها جدا جدا. ربنا يخليك تامر بجد والله. تامر ده يا جماعه يعني من الناس المحترمه جدا. تامر ايه بس؟ لا لازم اديك حقك. انت راجل يعني محترم معايا طول الحياه. حبيبي ربنا يخليك يا ربنا مندوره. يخليك. وانت موزع يعني بصراحه من الناس القلائل في مصر. في ناس كتير شاطره بس انت مميز جدا ربنا جدا يخليك يا تامر. وبتغني حلوه قوي كمان. اغنيه تبقى بظروفها انت عارف انا انت كده بتجنني بقى كده بتجنني. طب يا تامر طب ما يلا بقى اغنيه كمان مثلا تكتبها له بقى يعني ولا ايه الكلام؟ يلا والله انا جاهز. انا نفسي حبيت والله. ابارك له على الالبوم وعلى الحاجات دي. مع انك مش كاتب اي حاجه في الالبوم. دي حقيقه بقى. لا نفسها الحلو الروح الرياضيه نفسها البيضة. شايف دي الروح الرياضيه. هل ده يا تامر عشان انت زملكاوي فنفسيتك حلوه وبيضة يعني نفس اللون ولا ايه؟ عشان كده قلت لي نادي الزمالك. احنا راكبين الدوري دلوقتي فتمام يعني. مبروك الف مبروك. اتمنى والله الزمالك ياخد الدوري. انا اهلاوي واتمنى الزمالك ياخد الدوري. لا هناخده يا نادر السنه دي. الموضوع باين لا ما تصدقش بقى. ما تعملوش المشكله بتاعت كل مره. ان شاء الله ان شاء الله. الف مبروك. وانا بجد يا نادر بحبك جدا جدا ربنا يخليك يا تامر والله. بتشرف بيك وكفنان. انا والله العظيم من معجبينك ومعجبين حبيبي ربنا يخليك يا تامر. ومش عايز اطول عليكم. تامر الصوره اللي هتتصورها هتابلود فين؟ ده يفرق معانا وهو نادر فاهم السؤال بالظبط. عند نادر او عندي انا بقى. ما انا معجبين. ماشي طيب حبيبي. شاعر تامر حسين حسين من معجبينك يا عم. حبيبي بشكرك جدا. ميرسي يا تامر جدا. بشكرك جدا. يعني حلو ان يكون التيم ورك دايما بتشتغلوا معاه حتى لو مش موجود معاك في القلب بيبقى برضه في الصداقه هي المستمره مش الشغل هو بس اللي بيجمعكم. السوق يعني السوق الفني عامه يعني في الفتره الاخيره دي في ناس بجد نظيفه جدا على المستوى الشخصي وعلى يعني غير الشغل يعني في ناس بجد تبقى مبسوط ان دول صحابك حتى لو هو ما بيشتغلش معاك. هو مش بيبقى متضايق يعني. ما فيش النفسيات. كان في فتره كده دايما انت تسمع النفسيات اللي وسط هي الشله دي مع بعضها الشله دي مع بعضها. ما فيش ده يعني. في شلل طبعا بس قصدي في ناس نظيفه جدا في الوسط الفني دلوقتي. بتبقى بجد مبسوط ان انت تعرفهم يعني. طيب احنا طبعا تامر حسين يعني من الناس بجد اللي بعتز بيهم جدا على المستوى الشخصي. وانا شخصيا يعني بعتز والله صديق جدا عزيز عليا وانا بحبه جدا. معانا كمان مصطفى. صباح الفل. صباح الفل يا احلى فادي في الدنيا. ربنا يخليك يا مصطفى دايما كده موجود معانا. حبيبي يا فادي. حبيبي عامل ايه؟ وانا سعيد جدا ان استاذ نادر حمدي يعني مستضيفه النهارده. ميرسي. انا عايز اساله على حاجه. في حاجه جديده لعمرو دياب اكيد داخل فيها. اكيد ده انت عارف المعلومه دي ولا انت جايبها منين؟ لا يعني هو كده عمرو دياب ما بيعرفش اي حد حاجه نازله اي حاجه. هو بيفاجئنا. قال لك يا مصطفى واحنا ما نعرفش. لو قال لك قول لي عشان انا ما اعرفش بصراحه. لا انا بسالك انت. لا مفيش اي حاجه خالص. بالعكس احنا على فكره احنا على المستوى الشخصي يعني انا لسه مقابله في دبي من كام شهر كده قريب. كنا قاعدين عادي يعني مفيش اي شغل بس احنا علاقتنا الشخصيه كويسه جدا. بس بالنسبه للشغل لا يعني مفيش اي حاجه خالص. احنا بص كل الديابيه بيسمعوك. مصطفى عادل ومحمد فياض وياسر حمزه حياتنا ليك. ربنا يخليك. واحمد نصر كمان جدا. سلم لي عليهم كلهم جدا واقعد اسلم عليهم جدا وبقول لهم جدا. وبحب اغنيه ده كلام. اغنيه حساسه جدا جدا جدا. طبعا تمام. الاغنيه دي حساسه قوي 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 وبصراحه بتتعبني نفسيا. ليه يا كلام؟ ليه يا مصطفى؟ دي حلوه يعني صعبانيات. انت بتحب الصعبانيات. بصراحه. لا انا كمان بحب اغنيه ده كلام والله جدا. انت ذوقك جميله جدا واحساسها عالي قوي. ربنا يخليك من ذوقك. ميرسي. ماشي يا مصطفى. وفي صاحبي يحيى بيسمعك وبيحبك جدا. كنت ناسي على يحيى جدا كده. تنسى يحيى في الاخر. انت كنت ناسي يحيى يا مصطفى. بس عشان نسيته في الاخر يحيى بقى يتبروز جامد لوحده. يعني يحيى صباح الفل عليه وعلى كل الناس الموجوده. كمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل في يوسف بيسالك نادر حمدي افضل مغني انت اشتغلت معاه كان مين ومين بتتمنى ان انت تشتغل معاه الفتره اللي جايه؟ يعني افضل مطرب بالنسبه لك كان مريح مثلا ممكن تتاخد بالشكل ده ما بيوجعش دماغك في التفاصيل. ما هو مش شرط عشان هو مريح يبقى كده افضل واحد. بس بالعكس يعني انا بجد يعني عمرو دياب رغم ان هو من اكتر الناس المتعبين في الشغل ودي مش حاجه عيب يعني. دي بالعكس دي حاجه كويسه لان هو عشان كده هو لسه عمرو دياب ولسه موجود لحد دلوقتي.
بجد يعني عمرو دياب من اكتر الناس اللي اشتغلت معاهم، رغم اني تعبت جدا بشكل اللي هو كان فوق طاقتي، بس النتيجه في الاخر انت بتحسها. انت لما بتبقى قدام غنوه وعايز تطلع حاجه جديده بتقعد تعمل ايه؟ يعني بتدخل نفسك ازاي جوه المود؟ يعني ازاي كده تدخل نفسك في المود ان انا عايز اطلع حاجه بقى مختلفه، بقالي كتير كده ما عملتش حاجه ايه الناس تقول لي عليها لا نادر حمدي. انا بعمل كده طول الوقت مبدئيا، يعني انا يعني قمه الفشل بالنسبه لي ان انت تسمع اغنيه وتقول دي نادر حمدي. انا اتضايق، يعني انا ساعتها احس ان انا لازم اعيد حساباتي، لازم اعمل حاجه تانية. الناس كده عرفت ان انا ده شبهي. في ناس بتحب ده بالظبط، ان هو يبقى ليه لون والناس تعرفه من الكيكايه مثلا فاهم. تمام. فانا مش من المدرسه دي بصراحه، انا من المدرسه بتاعت ان انا احب اجدد، احب ان انا لو اتعرفت يبقى انا فشلت. لو انت اتعرفت بشكل، لو اتعرفت ان ده نادر اللي موزع الاغنيه دي، يبقى انا فشلت في مهمه ان انا اكون متنوع. ان انا دخلت خلاص في حته معينه واتقفل، يعني قفلت على نفسي. تدخل بقى المود نفسه ازاي؟ يعني بتعمل ايه؟ بتشرب مثلا حاجه معينه مثلا يعني، او بتعمل ايه يعني؟ كوفي طبعا شو يعني، بقالي فتره كده اول حاجه طلبتها اول ما جيت عندنا كوفي على طول. بقيت فتره كده، بقالي فتره يعني مهتم بيه، مش عارف ليه والله. اكيد ارتبطت؟ لا خالص والله. ما ارتبطتش؟ لا يعني ارتبطت طبعا قبل كده، بس مش سوا يعني دلوقتي ارتبطت ولا ما ارتبطتش؟ دلوقتي يعني نص في حاجه يعني على وشك. كان في حاجه قبل كده لكن ربنا ما اردش، بس يعني اللي جاي ده ان شاء الله ربنا يريد ان شاء الله. دايما الميوزيشنز بيكون عندهم مشكله في حته انه يبقى ملتزم، بيبقى عايز يصحى الساعه 4 طقت في دماغه جمله لحنيه عايز يكتبها، عايز يوزع حاجه. هو ده بيحصل، ما بينامش، بينام فجاه مثلا 3 ايام مثلا يومه صاحي الساعه 6 الصبح، بعد كده 3 ايام هو مسافر بيعمل حاجه. احنا عندنا حياتنا للاسف فعلا فيها الجزء ده شويه. انا بحاول على قد ما اقدر اكون انسان سوي على قد ما اقدر. بتعرف تفصل، تعرف ان انت تبقى اللي هو البني ادم الطبيعي اللي عنده التزامات في البيت مثلا، عنده التزامات عائليه حتى مع العيله نفسها قبل ما يكون في اسره. يعني انا لسه ما دخلتش في الحته دي كعائله وكده، يعني برضو انا يعتبر طبعا شويه مقصر، لان زي ما انت عارف انا فعلا شغلي ممكن يبقى في مواعيد غريبه، زي ما انت بتقول فعلا اطبق يومين عشان في الاستوديو، فتالت يوم ده يبقى بايظ، فرابع يوم يبقى بحاول اعدل يومي، فممكن اقعد اسبوعين مثلا لحد ما اعدل يومي، لان انا اصلا مش بحب ان انا اصحى بالليل. انا بحب اصحى بدري، بس دي مش بس انا مش عارف اعملها، فاهم؟ انا نفسي اصحى بدري والله. في انا كمان والله العظيم، بس بقى يعني انت فاهم الصبح بالليل الصبح بالليل بالظبط، ما فيش يعني حياتنا الصبح بالليل. يعني النوم بيبقى دايما متاخر، فتصحى غصب عنك متاخر، فتلاقي اليوم بالنسبه لك ضاع. انت لما بتقوم مثلا متاخر قوي بتقريف، يعني في ناس كده. انا بكتئب بصراحه لما اصحى الاقي ده برج ايه اللي كده؟ لا انا العذراء، بس ما اعرفش مش مرتبط بالابراج شويه، بيبقوا في ابراج بتبقى حابه الصبح اكتر. انا بحب الصبح اكتر عن نفسي، وبالليل ليه وقت، يعني في اوقات بحبها اكتر في الليل، يعني على حسب بقى. طيب في محمد على تويتر بيقول لك قول لنادر الصوره اللي انا كنت متصورها معايا ضاعت لما اتصورت كان بيلعب كوره مع في مكرم عبيد مع شيكابالا ومحمد عطيه. في مكرم عبيد يا لهوي، بس ده انا اخر مره رحتها تقريبا من سنه ونص سنتين. مين دايما اصحابك جوه الوسط الفني اللي بتلعب معاهم كوره، واللي هو لما تحب تفصل عن المزيكا برضه تروح معاهم مع ان هم جوه المزيكا؟ لا انا لعبت كوره مع ناس كتير بصراحه، يعني في الوسط في الكوره. بتكسب ولا بتخسر؟ بص الحاجات دي بتفرق برضه. بص انا ما بحبش اخسر عامه، وببقى يعني انت لو شفتني في الشخصيه انت دلوقتي شايفني مثلا انا هادي، لسه شقاوه كده عارف، انا هادي، بس انا في الكوره واحد تاني خالص. ايوه بزعق وطول الوقت عايز اكسب، فما بحبش اي حد اللي بيتعب شويه بقول له اطلع بره على طول. يعني لو عايز تلعب يلعب، عايز تتعب اطلع. بتلعب في بوزيشن ايه ولا بيبقى عادي خماسي بقى في اي حاجه؟ انا بلعب في اي مكان عادي، يعني ممكن تحطني في اي مكان العب يعني والتزم بمكاني عادي، لان انا اوريدي كنت بلعب باسكت قبل كده، فمتعود ان انا الخمسه بيروحوا يهاجموا والخمسه بيروحوا يرجعوا يدافعوا، فعادي انا الملعب رايح جاي. فانا عندي سياسه انه يعني انا بتحرك دايما في الهجمه، ورايا رايحه وهي جايه، رايحه وجايه برضه. بص يعني الكلام انت تامر بقى كان كاتبها ولا انت اللي قلتها له مش عارفين؟ لا رايحه جايه كان تامر كاتبها على طول. طيب المزيكا اللي جايه دي بتاعت اول اغنيه نادر حمدي وزعها واحنا عرفناها ان هو يعني كموزع، هي اغنيه يا ليل، وما نروح نسمعها ونرجع نكمل الصبح بالليل على الراديو 90-90. الصبح بالليل الكل مصحصح.
وانت كمان مصحصح معانا دلوقتي والاس ام اس على 1909 او كمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل. ممكن تكون شايفنا وسمعنا من اي مكان في العالم على www.9090.fm او كمان على اي سمارت فون لما بتنزل الابلكيشن الرسمي للراديو 9090 اندرويد اي او اس او كمان ويندوز ستور. سيرش كده على الراديو 9090 بالعربي، واول ما تفتح الابلكيشن دوس على كلمه شوف الراديو، هتشوف نادر حمدي وهو قاعد مركز قوي مع المسجز وما عملش ريفريش اخر مره. يعمل اخر مره عملت من 3 سنين. طيب في حد بيقول لنا كلمني. حاضر. شكري كمان بيقول كلمني لو سمحت عايز اكلم نادر. اوكي يا شكري. وبيقول لك صباح الخير عليك يا نادر منورنا. في كمان صباح الفل ومساء الفل، انا امنيه الممله ليه كده طيب، والحلقه حلوه قوي وانا شفت اوكي امنيه صباح الفل عليك يا امنيه. تمام انا بسمع الحلقه وما نمتش علشان اثبت لك اني مش ممله يا امنيه، انت منورنا صباح الفل عليكي. في كمان مصطفى بيقول انا عايز اكلم نادر ماليش دعوه. في عياط بيحصل. نزلت تحت. اوكي انا نزلت شويه تحت. في كمان انا شريعي بسلم على ضيفك الكريم وبنسمعك دلوقتي من فيصل. في عايزين نسمع حاجه من اغاني واما على مزاجه. بدينا بنسمع اغاني واما وكمان بنتكلم عليها. اغنيه سيبها بظروفها اللي هي بصوتك اللي كانت فيلم الاكاديميه. ايه السر في الاغنيه دي؟ ان هي في حاجه، الاغنيه دي فيها حاجه مش عارف والله العظيم. وكنت حاسس ده ولا لا؟ يعني الاغنيه دي بتدخلك في مود كده مختلف. انا مع يعني انا وانا بعملها ما حسيتش ان هي يعني هتعمل اللي هي عملته ده خالص بصراحه. وغير ان كمان هي ما تعملهاش الدعايه الكافيه اللي تخليها توصل للمرحله دي كمان. فانا استغربت ومن ساعتها صدقت انه بجد الحاجه اللي هي لو حلوه وانت عاملها باخلاص تفرض نفسها غصب عنك. تفرض نفسها. لو ايه انت حبيت نفسك وانت بتمثل لما اتفرجت؟ بص لا انا ما حبيتش نفسي في الفيلم بصراحه بتاع الاكاديميه. لان هو حصل تغيير المخرج كذا مره وفي الاخر جه المخرج اسماعيل فاروق طبعا يعني انقذ الفيلم في الاخر، لانه الفيلم كان حصل فيه تغيير المخرجين وحصل مشاكل يعني انتاجيه في ما كنتش مبسوط يعني من الدوشه دي او ما كنتش مركز ان يبقى في اداء كويس اصلا كده. وما كانش في كمان مخرج يوجهني في الاول لغايه اما اسماعيل فاروق جه طبعا وجهني. طبعا كان في جزء كبير من الفيلم خلص خلاص. كنا تقريبا يعني فاضل تقريبا يعني 20% او 30% من الفيلم يعني نصوره يعني. بس لو التجربه مره تانية ليكم انتوا الاربعه، وكان دايما بيتقال قبل الفيلم ده ان الاكاديميه ده اصلا ليكم انتوا الاربعه كواما. لا مش الاكاديميه بس احنا كان في فيلم تاني غير الاكاديميه. كان حازم الحديدي طبعا كاتبه ولا كاتبه، وكان هيخرجه المخرج شريف عرفه سوري عمرو عرفه. بس للاسف هو كان اتشغل بفيلم كان داخله وبعدين يعني التجربه لسه قائمه يعني مع تغيير ممكن اسامي الكاست او حاجه زي كده ولا؟ احنا نفسنا ان احنا نعمل فيلم يأرخ حتى وجود واما في تاريخ مصر كفرقه. ايه الفكره اللي تنفع لفرقه غنائيه مكونه من 4 ان هم برضو بيعانوا القصه الطبيعيه بتاعت اي مطرب دخل التمثيل؟ الكفاح وكده، قصه الكفاح ويتخانقوا مع بعض ومش هنكمل وخلاص. هي دي اللي دايما فعلا بتحصل. بس احنا نفسنا ان احنا نخرج بره الاطار ده خالص بشكل ان احنا نعمل حاجه فانتازي. يعني بيتعرض عليكم دلوقتي افلام انتوا؟ لا احنا ما بيتعرضش علينا طبعا لان احنا مش ممثلين، بس احنا عايزين نعمل فيلم. يعني احنا عايزين نكتب فيلم نعمله بفكرتنا احنا بشكل يرضينا، احنا نبقى حاسين ان احنا بنعمل حاجه واحنا مبسوطين بيها برضو. لان خد بالك دي اهم حاجه في الفنان. يعني انا دايما بشوف ان الفنان رسالته الحقيقيه في ان هو يكون عنده رساله هو اللي يوديها للناس، مش يبقى مستني من الناس ان هم بيحبوا اللون الفلاني فيروحوا يدوا له اللون الفلاني اللي هو بيحبه. لا انت ما كده مش هيحصل تجديد. يعني لازم يحصل تجديد بان انت تديهم حاجه هي مش عندهم علشان هم يحبوها فتبتدي تبقى لون موجود. زي مثلا ما حصل الفرق اللي موجوده دلوقتي مثلا اللي هي الموسيقى المستقله او الاندر جراوند على حسب بالظبط كده تسمى ايه. شوف دلوقتي انتشرت بشكل عامل ازاي، لان لقت متنفس اصلا في وقت الثوره. وهم بينافسوا الفرق دي ولا بعيد؟ لا خالص، لا لان هم مش فرقه غنائيه، هم فرق يعني عزف موسيقيه بتعزف. هم بيبقوا فيهم واحد بس اللي بيغني بالظبط، لكن دي كده مش فرقه غنائيه يعني، هم فرقه موسيقيه. طيب نون على الاس ام اس بتمسي عليك وبتقول لك ادعوا لنا بقى عشان عندنا امتحانات ثانويه عامه. ربنا معاكم. بكره الساعه 9 الصبح امتحانات بكره وبعد بكره، وفي خلاص بقى وفي كلام كبير قوي. انت في الامتحانات عندك كنت بتبقى شاطر اصلا في الدراسه ولا مركز في المزيكا؟ هقول لك احنا كان عندنا شقين في الدراسه بتاعتنا في الكونسرفتوار. في الشق الدراسي العادي اللي هو زي كل الطلبه العاديين في ثانويه عامه. مثلا عندي ثانويه عامه كلها بكل موادها هي بنفس الحاجه، هي كلها جدا. وعندي بقى مثلا فوقيها 10 مواد موسيقيه منهم تخصصي اللي هو البيانو.
اصلا اللي هو انا بحفظ سي بروجرام تقريبا ساعه تقريبا ببقى حافظه، فاهم؟ فده كان بيجي طبعا على الدراسه اللي هي والمفروض انك تنجح فيها. المفروض انجح في الاثنين عشان اطلع السنه اللي بعديها. اوكي. بس انا مش مطلوب مني اجيب مجموعه او اجيب مش اللي هو ال 95 مش مثلا ابقى شاطر قوي يعني في الحته دي، لان انا مش هعرف ابقى في الاثنين كده. بس انا كنت مثلا الحمد لله في المجال بقى الموسيقي اللي انا كنت عشان كده داخل فيه كونسرفتوار، كنت دايما 98% 99 كده يعني 96، ودايما الحمد لله كنت ببقى اول دفعتي في تخصصي. دحيح في البيانو بس في البعاد الثانيه البرد حلو. ما فكرتش انت تدرس حاجه مختلفه بعد ما خلصت يعني دراستك في الموسيقى، ان انت تدرس حاجه تانية؟ فكرت جدا ادرس اخراج سينما. بتستهويك قوي فكره الكاميرا انا عندي كاميرا من وانا طفل. بابا الله يرحمه كان دايما عندنا كاميرات، يعني عندي السبوع بتاعي متصور كاميرا بكاميرا يعني فاهم، عندي كل حاجه. فالكاميرا بالنسبه لي انا بعشق الكاميرا والتصوير عامه والاخراج كمان بالذات. يعني من الاغاني المختلفه جدا جوه البوم كان يا مكان هي اغنيه مش وحيد، والاغنيه دي يعني يمكن مضايقه ناس كتير قوي، مضايقاهم للحلو يعني اللي هو احكي لنا انت الاغنيه عامله ازاي؟ انت زي ما انت شايف الاغنيه ليها في البدايه ليها هي على فكره جمله صح، زي ما انت شايف الاغنيه. أيوة. الاغنيه دي متشافه مش مسموعه. ما انا لسه بقول لك زي ما انت شايف الاغنيه ليها اخراج. يعني حتى لسه بقول لك على اخراج. انا بحاول ان انا حتى وانا بوزع على فكره اشوف الاغنيه او اشوف الكليب، اشوف المغني وهو بيغنيها، اللوكيشن فين. يعني انا دايما بحب وانا بوزع اشوف الاغنيه، اشوف ايه مكانها. هي التراك بتاع مش وحيد هو الاربعه قاعدين يعني قول لي انت تحس ان انت اول ما سمعت التراك كده الاربعه قاعدين بيغنوا مثلا في مكان هادي جدا فيه ضوء قليل شويه، عايزين يثبتوا لنفسهم ان هم لا هم يعني كل واحد منهم بيقول انا مكمل انا تمام وعادي الدنيا مكمله. طب المكان كان فين؟ بدايه المكان انت سمعت المكان فين؟ المكان يعني اكتر يعني ان هو حاجه كلاب كده بس لطيف يعني أيوة. او مسرح مثلا شيك قوي صغنون كده 4 كراسي موجودين. أيوة. يعني قاعدين مش واقفين عارف. ايوه بالظبط. بص انا بالظبط دي الصوره اللي انا كنت راسمها وانا بوزع الاغنيه. احساسي كده يعني الحمد لله انا وصلت لك الاحساس ده. يبقى انا بتفكروا ان هي دي تكون كلاب مثلا لان هي متصوره جاهزه؟ هي اوريدي فعلا متصوره بس ما تخرجها انت والله اصل يلا فرصتك. على فكره انا جات لي فرصه قبل كده كنت هخرج اغنيه فعلا لواما برضو. كانت اغنيه لما قابلتها لو تفتكر. لما قابلتها يوم وانا ماشي قلت يا ريت اليوم ده ما جاش. كان اغنيه كده ليها دراما معينه كنت عامل لها فعلا شكل اخراجي وكان طارق العريان حتى ساعتها كان معانا وكان بيشجعني على ان انا اعملها فعلا. حلو. بس ما كملتش طبعا الفكره دي لان انا مش بحب اعمل حاجه وانا مش مالي ايدي منها. تعال نسمع كده لحد ما نملأ ايديك في فكره الاخراج دي. نسمع مش وحيد من ألبوم واما كان يا مكان. اسمعوا بقى اول الدوشه كده اللي في اول الاغنيه دي عشان تعرفوا احنا كنا بنتكلم على ايه. الصبح بالليل مع فادي ابراهيم على الراديو 90. ولسه منورنا الفنان نادر حمدي عضو فريق واما وكمان الموزع الموسيقي الجامد جدا جدا او نجم الهارموني كده. وكل ما نقولها بيضحك مش عارف ليه. يعني اللقب يبقى تستحقه. على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل تبعت لنا اي حاجه انت عايز تقولها وتبعت لنا كمان الفوت كده فريق واما بما اننا معانا المنتج بقى بتاعهم اللي هو نادر حمدي برضه. يعني غريبه حاجه جميله قوي حاجه رخمه. لا حاجه زي الفل طبعا. فانت عايز كمستمع لواما نفسك ان انت تشوف الكليب يكون ايه من ألبوم كان يا مكان بعد اغنيه استنى ايه اللي هي الاغنيه الهيت. فعايزين كان يا مكان ولا اغنيه مش وحيد؟ أيوة. الراي اتغير دلوقتي بقت كان يا مكان هي يمكن واخده الفوتس الاكتر. يعني مثلا محمد بيقول لك كان يا مكان جامده السنين. في الفنان المحترم نادر حمدي عايزين نسمع منك حاجه حلوه ننهي بيها الحلقه. احنا لسه قدامنا شويه فاحنا ممكن نغني سيبها بظروفها. ايه رايك عشان مطلوبه مننا كتير جدا. ابقى نوطي مزيكتنا كتير السنين. يلا جامده السنين يلا بينا. اوكي بس من غير اي حاجه كده ماشي. ما هو مين اللي ما جابش؟ مين اللي ما جابش مش عايز اتكلم سيبني ساكت. طب اديني كده لا عارف الحاجات دي. يلا كحتين. ايوه هم دول. سيبها بظروفها ما يمكن تاني ما نشوفهاش ويمكن وقت ما نشوفها ما نعرفهاش.
احنا من الاول يا قلبي ازاي ما صدقناش، بقيت بتمنى اكون فعلا ما حبيتهاش. نفسي اعاتبها على اللي انا فيه ده ولا بلاش، اعاتب مين وانا اصلا ما قلتلهاش. قولي يا قلبي مش احنا حاولنا معرفناش، ليه دايما باجي قدامها ومنطقهاش. كفايه لحد هنا عشان الطبقات هتروح. ايوه بقى بتقول كده ولا كلنا بنقول كده دلوقتي. طيب في انا مش مصطفى يعني مصطفى انا كلمتك دلوقتي وقدام نادر حتى، بس التليفون مش بيجمع خالص صدقني. ومعانا تليفون كمان من آية ازيك؟ الو آية، عايزك تعلي صوتك جدا، زعقي بص كأنك بتتخانقي دلوقتي. لا آية، لو طب بتتكلمي مثلا من هيدفون او من مكان ما فيهوش نتورك كويسه، ممكن تتكلمي من مكان تاني بس يا آية. يعني ممكن علي صوتك سنه كده. ايوه كده كويس، يعني لو قربت ايدك بس من التليفون اكتر هنسمعك. ادخلي جوه التليفون يا حط على المايك كده على طول. طيب قولي ايه لو ليكي اي سؤال لنادر حمدي او ليكي اي كومنت مثلا. لا انا بس يعني يا كان ده الرد اللي انا مش كان رد. ايوه طب يعني السؤال ده على فكره صعب جدا على فكره. السؤال ده انا مش عارف اجاوب عليه. نادر يعني بالكلام كده على السوشيال ميديا والمهتم انت شويه موجود على تويتر بشكل برضو قوي بس مختفي بقالك حبه يعني. السوشيال ميديا بتخلي الفنان يكون مشتت، بيبقى كل شويه في نوتيفيكيشنز مثلا من الابلكيشنز الكتيره اللي احنا عايشين في وسطها. انا قافلها بقى يعني ما قافل عامل 100 نوتيفيكيشنز الكل. يعني ما بشوفهاش يعني. انا مش بشوفهاش يعني، بشوف بقى في الاخر يعني، بس ما بشوفش كل شويه يعني. بتفصلك شويه، بتضايقك لو انا سايب الصوت طبعا ممكن اتعصب. الحاجات دي بتعصبني جدا، انا بسمع كل شويه نفس الصوت بزهق. السوشيال ميديا والتواجد على الانترنت بشكل قوي والتواصل مع المستمعين ومع الجمهور بتاع واما وبتاع نادر حمدي بشكل شخصي بيفيدك بشكل قد ايه؟ وفي قبل كده مثلا كومنت ضايقك قوي، في كومنت خلاك تفكر تاني في اغنيه دي لا كان ممكن اعملها احسن؟ كومنت سمعته وانت كنت شايف ان انت لا عامل الاغنيه دي بشكل كويس. كومنت سمعته مش المفروض ان انا اقوله بس انا بالنسبه لي الحاجات دي بتبقى بالعكس بحب اقولها. بتاع الصوره بتاع الصور يعني لا بتاع اغنيه. انت بتتكلم على اغاني؟ على الاغاني. في اغنيه اللي هي بتاعت ليه لا اللي انت شغلتها في الاول. حد قال كومنت على اليوتيوب لما نزلتها، كومنت غريب جدا يعني. هو عجبني جدا، وبعدين هي طبعا اغنيه لحني اوكي، فهو بيتكلم عن اللحن ان هو شبه، انا مش فاكر هو مين بصراحه طبعا عشان بس يعني انا اسف ان نسيت اسمه. بس بيتكلم على ان الاغنيه فيها شبه من لحن سيدي ورور. فاكرها بتاعت الله يرحمه سعيد صالح. طب يعني كانت بتقول ايه؟ هي فعلا شبه بس انا حاجه كده. اوكي، انا لفت انتباهي جدا، قلت له يعني، وانا ساعتها قلت لنفسي يعني اللي هو سميه عارف جابها منين ازاي جبتها، وانا اصلا مش بجد ما كنتش عارف ومش مركز. بس دي بتحصل يعني. ما يضايقكش ان ممكن يكون في اغنيه شبه طبعا اصلا غلط ان انا قلت يعني دلوقتي الناس كلها هتمسكها عادي بس انا لا، انا ما عنديش الحاجات دي الحمد لله يعني. ليه لا شبه سيدي ولا التصريحات بقى وتلاقي بقى الناس بقى اللي هم اللي لاقوها. ايوه انا اللي قلت انا اللي قلت اصلا. ممكن يحصل لك ده ان انت تلاقي اغنيه بعد ما خلصتها طلعت شبه حاجه مثلا بتاعتك برضه. لا شبه حاجه بتاعتي ما حصلتش قبل كده، بس هي دي المثال اللي قلت لك عليه ده فعلا. وحصل في اغاني تانية زي اللي اتكلمنا عليها من شويه، بس مش عارف لا عشان نخلص كل الاغاني الحاجات بقى. بس بجد بتحصل غصب عننا، ما بتبقاش مقصوده، وده طبيعي جدا ان انت في مخك بتخزن حاجات. ده طبيعي عند اي انسان. انت ممكن تبقى في دماغك حاجه ومش عارف انها في عقلك الباطن جوه موجوده، وهي دي اللي بتكون عندك الثقافات اصلا يعني. السؤال اللي جاي كلمه واحده، أصالة بس. أصالة فنانه بس يعني بص كبيره جدا بجد يعني. فنانه صوتها ما شاء الله عريض، حاجه اللي انت يعني لما تشتغل معاها تبقى واخد بالك جدا ان انت هتقدم صوتها ازاي. لان انت اشتغلت معاها يمكن في الالبوم اللي فات 3 اغاني اغنيتين في الالبوم اللي فات واغنيه في الالبوم ده. اللي في الالبوم اللي فات كان بناء على رغباتك. وانا حبك بالظبط. اغنيه كده فيها بقى ايه يعني، سيبها بظروفها تاني عارف. الاغنيه دي هي بتحبها كمان جدا، وبناء على رغباتك كمان هي بتحبها جدا. الاغنيه اللي في الالبوم الجديد ايه هي؟ على ايه اسمها؟ على ايه
الحان مدين. اوكي. الاغنيه دي برضو من الاغاني العزيزه عليا جدا، لانها يعني هي انا بتبسط بصراحه من اختيارها ليا في اغاني معينه. هي شايفاني في حته معينه كده، انا بتبسط انها بتجيب لي الاغاني دي. يعني لانها اغاني غريبه، فيها موضوع وفيها موضوع كده، واغاني غريبه مش طبيعيه، يعني اللي هي فيها حاجه كده. وكالعاده برضو اول الانترو بتاع الاغنيه لازم يبقى فيه حاجه برضو، لازم زي ما قلت في صوت آلة مختلفه، في ناي على لازم علامه مميزه تعرف من اول ما الاغنيه تشتغل دي اغنيه ايه. هي بناء على رغباتك اللي تسمعها دلوقتي في الصبح بالليل، والرقم الاس ام اس 1909، وكمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل. الوقت عندنا بيعدي يعني سريعا جدا، لان نادر حمدي لسه منورنا في الاستوديو على الراديو 90 في الصبح بالليل. انت كمان منورنا كده بالمسجز بتاعتك على 1909 او كمان على تويتر على هاشتاج الصبح بالليل. طيب المسجز لسه مكمله كده على 1909. مصطفى بجد انا حاولت اكلمك كتير جدا، بتقول انا هنتحر بقى وخلاص مش عارف اوصل لكم. طيب يا مصطفى لو عرفت توصل لنا كده في الدقايق اللي جايه كلمنا على 2 18 10 8 66. طيب نرجع نكمل كلامنا تاني معاك يا نادر. انت سرحان في ايه؟ سرحان في حاجه؟ لا والله بسمع. طيب حسن صباح الفل عليك، وبسلم كمان على رامز، وبعت مسج لمي علشان عيد ميلادها النهارده، كل سنه وهي طيبه. اوكي كل سنه وانت طيبه يا مي. نكمل كلامنا في النجوم اللي انت اتعاملت معاهم، اصوات مختلفه واعمار مختلفه ونجوميه مختلفه. بيهمك النجم اللي جاي ليك او المطرب اللي جاي ليك هو نجم ولا لا؟ لا. ولا ممكن تشتغل مع حد جديد؟ لا بالعكس، ده هو النجاح مع حد مش نجم بيبقى اعلى من لما يبقى نجم، لان انت وهو نجم هو اوريدي في عامل جذب ان هو ان الناس تسمع مزيكتك من خلاله. لكن لما يبقى حد جديد لو الناس سمعت مزيكتك من خلاله يبقى انت ليك تأثير اكبر. فاهم قصدي؟ فاهم. انت في بروجكت شغال عليه مثلا مع مطرب جديد او مع صوت جديد، انت نادر حمدي عايز يقدم كبروديوسر مزيكا؟ بصراحه لا، يعني انا الفتره دي فعلا ما كنتش مهتم بالحاجات دي قوي. من فتره يمكن بعيده شويه كنت مهتم بالكلام ده، بس بقالي فتره بعيد عن المواهب والحاجات دي. بس عايز ارجع تاني يعني افحص كده، لان انا عارف ومتاكد ان مصر فيها مواهب كتيره جدا هايله وللاسف مختفيه. وطبعا وعن برامج المواهب لسه كنت هتكلم على القصه دي حالا دلوقتي. يعني انه في برامج مواهب للاسف فعلا، يعني رغم ان هي بتبقى برامج كبيره جدا ومصروف عليها كتير جدا، بس في الاخر الموهبه اللي بتنجح حتى ما بشوفش الدعم الكافي ليها. ناقصه حاجه. انا بشوفهم ما اعرفش بيستغلوا البرنامج لحد البرنامج وخلاص وشكرا. يعني هل انت مقتنع كنادر حمدي وكحد في المزيكا بقاله سنين قوي، بقاله سنين كتير، النجم ممكن يكون في 3 أو 4 شهور نجم، ولا بس بسهل له بدايه الطريق وهو لو شاطر بجد هيكمل، لو مش شاطر خلاص؟ ما هو بص، هي كلمة نجم دي للأسف بقت بتتقال على يا نجم بتتقال على أي حد يعني أي حد بقى نجم دلوقتي. بس هي الفكرة إنه إزاي النجم ده اللي هو يستمر، مش النجم ده اللي هو يظهر بعد يعني مثلا 10 ألبومات، بعد 5 ألبومات يبدأ يكون ليه شكل. ما يبقاش شهاب يعني يبقى نجم مش الشهاب شهاب عابر، لا يبقى نجم فعلا. النجم ده اللي هو مستمر في الإضاءة وفي إن هو موجود. حلو. لو هديلك سي دي فاضي دلوقتي هتحط عليه 10 اغاني ليك مزاج انك تسمعهم، ويبقى هم اللي موجودين في عربيتك الاسبوعين اللي جايين مثلا او الاسبوع اللي جاي، اغاني بقى جديده اغاني قديمه زي ما انت عايز، ال10 اغاني ممكن يكونوا ايه؟ اغاني مش بتاعتي يعني قصدك؟ براحتك. لا ما انا اصلا مش من غير بقى دعايه واحط البومي لا مش لاعبين. بص انا هحط الاغاني بتاعتي كلها لا انا مش هيكفي سي دي اهو شفت بقى. لا انا عندي مشكله فظيعه ان انا ما بسمعش عربي اصلا. حلو. ممكن يكونوا اغاني ايه اللي انت تحب تحطها؟ اصل انا بسمع حاجات غريبه، انواع حاجات غريبه لو قلت الناس ممكن يعني زي ايه مثلا؟ خلينا نبقى عارفين ده منك يعني. انا بسمع اصلا كلاسيك ميوزك كتير جدا. بسمع بالذات يعني في مؤلف موسيقى اسمه رخمانينوف، سيرجي رخمانينوف، ده مؤلف روسي. انا بحب اسمع ده جدا، فممكن اسمع كل حاجه. هو الاغنيه بتاعته هتبقى خلاص اغنيه هي مزيكا، هي موسيقى بس يعني سيمفونيات او كونشيرتوات بيانو حاجات كده. يعني انا بسمع. طب لو اغاني تعال نختار 5 و5 ماشي يلا. والله ما انا مش عارف بجد، انا ما بعرفش بجد الاغاني اللي بص انا انت ايه الاغاني اللي معلقه معاك دلوقتي؟ اغاني سمعتها لزمايلك او اللي من بره مثلا، من الالبومات اللي بتنزل، من السingles اللي بتنزل؟
بجد مش فاكر، لا والله العظيم بجد انا ما بفتكرش الاغاني. انا بسمع الاغاني يعني زي الناس كده، اللي هو لو في مكان شغال حاجه اوكي بسمعها، بس ممكن مبقاش عارف مين اللي بيغني ولا مين اللي موزع ولا مين اللي ما اعرفش. في مثلا اغنيه بعد ما وزعتها حد قال لك مش حلو، تقول لا هي حلوه، لا يا عم مش حلوه، لا هي حلوه انا شايفها حلوه. عاندت مع حد في التوزيع؟ بتعاند اصلا في التوزيع ولا بتاخد بذوق اللي حواليك؟ قصدك مثلا لو فريق واما ولا حد صاحبي؟ يعني لو جوه واما، لو حد مثلا لو جوه واما انا فاهم هو بيتكلم من انهي باك جراوند، لان هو دارس وفاهم فانا بتحاول معاه من ناحيه معينه، لكن لو حد مش. طب لو حد جوه واما قال لك الاغنيه دي مش حلوه هتعمل ايه؟ لا هتناقش معاه، لان طالما انا اشتغلت فيها وبدات اعمل حاجه، لان انا اوريدي دماغي مش بتروح شمال قوي ناحيه ان انا عايز اعمل حاجه جنان وتبقى، ما بروحش في الحته دي قوي. يعني ما بروحش ناحيه الجنان قوي اللي هو الاكستريم، بروح في حته اللي هو ايه الوسط المعتدل اللي هو في سنه جنان بس على بسيط، فما بتبقاش مضره يعني. بس ممكن تاخد برايه يعني، ممكن طبعا على طول تعيد توزيع اغنيه لو حد قال لك ان هي مش لا مش لغايه اعيد توزيع الاغنيه كلها، بس ممكن اخد بالي من كومنت مثلا هو ممكن يقصد حاجه. يعني مثلا انت ممكن تقول لي في حاجه هنا مش عارف ايه بالظبط، بس بتعمل معرفش ايه كده، فانا افهم انت قصدك ايه بالظبط. انت ما بيبقاش قصدك اللي انت قلته، انت قصدك حاجه انا فهمت انت قصدك انت عارف ان الصوت اللي هنا مثلا جيتار او في صوت آلة معينه هو تقريبا عالي على آلة تانية، فانت عشان كده مش عاجبك، مش مريحاك. فلكن لو هو وطي شويه وبقيت انت سامع مثلا اللي وراه، فبقيت انت كده مرتاح في ودنك اكتر يعني. تمام. طيب على هاشتاج الصبح بالليل برضو بنسلم على كل الناس اللي موجوده معانا على تويتر. و امنيه مجدي بتقول لك نادر غني تاني بليز، لو هتغني حاجه ممكن تغني ايه؟ حاجه خرشوف مش عارف. سيرجي رخمانينوف. ايوه هو زي رحمانينوف. نكتبها بقى كلنا مع بعض. أيوة. رحمانينوف. هسمع والله يعني نستفيد. رحمانينوف وفي موريس رافيل وفي في ناس كتير وبخ. اوكي. طيب لو هنغني حاجه نغني بالمناسبه بخ دي عيله على فكره، مش واحد بس، مش راجل. هو الليمبي دمر الموضوع ده. كانت مشكله تانية. طيب عايز تغني حاجه ولا لا خلينا نشغل ممكن اغاني احلى يعني بتهيألي. طيب سريعا عشان مش هيبقى قدامنا وقت ان احنا نشغل. ساسو بتقول زعلان الحلقه بتعدي بسرعه، بنسلم عليك انا ورانا. في شكلك يا فادي انت حاقد على الاكونت بتاعنا هاله وهاجر ومنى، بس بجد نادر منور. كمان في بسمه صباح الفل عليكي. لميا بتسمعنا من الجزائر، لميا دايما موجوده معانا بنشكرك. مصطفى السويفي يقول كلمنا اكتر عن علاقتك بفريق واما ينضوره. علاقتي بفريق واما ما يعرفهمش. تعرفوه؟ قصدها يعني قصدها مثلا دلوقتي يعني مثلا ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم السؤال بالنسبه يعني احنا مثلا عرفنا بعض ازاي وكده. احنا اصحاب من زمان، من ايام الدراسه، من ابتدائي يعني، ولحد دلوقتي الحمد لله علاقتنا كويسه جدا واصحاب يعني. بسمه بتقول لك قد ايه الاغنيه بحبك وحشتيني بتاثر فيا جامد جدا، بتسلم عليك جدا وبتقول لك ان انت اسطوره ازاي كده. ميرسي جدا والله. انا ما بعرفش اجاوب على الكلام اللي بيتقال عليا بشكل يعني بيكون كبير قوي عليا انا طيب نبيل بيقول لك بقى يعني نكمل الكلام الكبير. بيقول لك انت الماده الخام بتاعه الاحساس. ايه ده؟ انت ايه يا راجل؟ برضو نفس ميرسي نادر فعلا انت اسم على مسمى بس كده. ده من محمد. سمعنا حلوك وحشتيني خلاص شغلناها. اما كمان من على الاس ام اس مصطفى برضو ما زال انه زعلان. يعني مصطفى صدقني كلمتك بس هو في مشكله في التليفون والله. احنا كلمناك مصطفى قدامي انا شفته يعني قدام يعني. طيب لو نشغل مثلا اغنيه تانية او انت شايف كده من الاخر انهي اغنيه ممكن تكون بتتصور او هتتصور بقى يعني انت الفوت جوه الفريق عامل ازاي؟ لا دي محسومه يعني بشكل كبير ان هي استنى ايه هي الاغنيه اللي احنا عايزين نصورها ان شاء الله. دي اول اغنيه. دي هتنزل امتى؟ في العيد ان شاء الله. وبنفكر هتتاخر لان يعني في دايما لا ده لسه اقول لك انها احتمال كبير تبقى في اخر 5 ايام كمان من رمضان. يعني تنزل على طول في رمضان يبدا مثلا البروموز بتاعتها. بالظبط في الاخر يعني. حلو الكلام. اغنيه استنى ايه وانها ممكن كمان هتبقى اخر اغنيه هنشغلها. هي فيها اوتو تيون كده اللي هو الصوت الالكتروني الكمبيوتري اللي هو موجود في كل الاغاني المهرجانات الشعب. بس لا ده موجود من قبل المهرجانات. انتشر اكتر وبقى يعني عمرو دياب كان في اغنيه انا بموت في حبك بالزبط. انا كان مستخدمه يعني في وشير اللي كانت بتغني شير اللي بتغني كانت معتمد عليه كليا زمان. بس لما باظ هو الاوتو تيون لما استخدموه غلط يعني. هم خدوه بس في حته معينه كده بقت يعني
مديالهم لون كده، بس ما بقاش ما ينفعش يتنسب لهم يعني، هو اصلا بالظبط مش بتاعهم يعني. مش بتاع الاوتو تيون اللي هو الصوت الالكتروني شويه. نادر انا عايز اشكرك جدا. ميرسي، ربنا يخليك. والله اشكرك على ان انت سمحت لي ان انا اكون موجود معاك في راديو 90 وانا مبسوط ان انا موجود هنا ومع كل انا اتشرفت بيك، واتشرفت كمان بالكلام على المزيكا مع اسم قوي جدا في الموسيقى، قوي قوي في الهارموني. اضايقك وافرحك بنفس الوقت. دايما كده هتفضل اسمك مقترن بفكره الهارموني، لانك بجد شاطر فيها قوي، بتعرف تعملها بشكل كويس قوي. البوم ماما اللي جاي بقى، فكك من الكليب والكلام ده، البوم ماما اللي جاي امتى؟ ومن حق الناس عادله ان ده 8 اغاني. البوم ماما اللي جاي لا مش معروفه لسه كمنتج يعني. انت بتبقى عامل سكادول؟ لا، ما انا برضه اديك معلومه ان انا منتج مش قوي. احنا عقدنا خلص لحد دلوقتي يعني، ده كان اخر البوم في العقد يعني، بس احنا لسه ما جددناش، فيا اما هنجدد يا اما مع شركه تانية يا اما مع شركتي، ما فيش مشكله مع الشركه نفسها. يعني فلسه احنا ما خدناش خطوه ان احنا ننتقل من الالبوم ده يعني، لسه خلينا في الالبوم ده. نادر انا بشكرك جدا جدا، دايما كده تكون متالق، وفي كلام كتير برضو ما قلناهوش، يمكن اغاني كتير ما قدرناش احنا نلعبها عشان الوقت. مظبوط. بس في كل الكلام ده كله انا بشكرك، نورتني، ودايما كده تكون من نجاح لنجاح. ربنا يخليك، وانا مبسوط والله ان انا كنت معاك واتبسطت جدا النهارده. نادر حمدي كان منورنا النهارده في الصبح بالليل، وانت كمان كنت منورنا وبتسمعنا من اي مكان في الدنيا. دايما خليك على الراديو 90. انا كنت موجود معاك فادي ابراهيم. تابع على الفان بيج الراديو 90، كمان على تويتر على الهاشتاج الصبح بالليل. كل الصور والفيديوهات والكواليس اكيد برضه هتكون موجوده على موقع مبتدا.com. تصبحوا على خير، باي باي.